كيف تسوي كريب ريد فيلفت زي مطاعم الفاين دايننج، يعني كريب 5 نجوم وبمكونات بسيطة. أول خطوة نسوي زبدة بنية بمذاق البندق، استخدموا قدر لونه فاتح عشان تشوفوا إذا الزبدة تحترق ولا لا. الآن نصفي الزبدة ونحطها على جنب على درجة حرارة الغرفة. الآن نجيب كل المكونات المتبقية ونحطهم في هذه الصينية، واللي هم دقيق أبيض، بيض، سكر، ملح، فانيلا وحليب. المكونات والمقادير بحط لكم في صندوق الوصف. نستخدم الخلاط اليدوي اللي يسمى البلندر ونخلط المكونات، وبعدها نضيف الزبدة اللي صارت على درجة حرارة الغرفة. الوصفة هذه من المطعم الفرنسي اللي أنا كنت أشتغل فيه. نضيف اللون الأحمر ونخلط عشان اللون يتوزع تمام. الآن أنا مجهز طاوة، سخنتها شوية ومسحتها بزيت. الآن بحط شوية من عجينة الكريب وأوزعها على الطاوة. على فكرة النار مش عالية. ليش أنا ما عليت النار؟ لأني بستخدم الكريب زي الكيس عشان أحط فيه الحشوة، ما أشتيه يطلع كريسبي. لكن لما نشي أعمل كريب بالنوتيلا ولا كريب بوم ولا كريب بالسكر بعلي النار عادي عشان يطلع كريسبي. بعد ما الكريب صار بارد نضيف كريمة الفروستينج، وطريقة تحضير كريمة الفروستينج موجودة في القناة. إذا أنت صاحب مشروع والكريب هذا موجود عندك في الألاكارت، في الأول جهز عجينة الكريب وحطها في الثلاجة، وجهز كريمة الفروستينج وحطها في الثلاجة. أول ما الزبون يطلب اعمل له الحشوة ولف وقدم له. على فكرة هذا اللي أنا أربط فيه الكريب مش حبل، هذا فوندون عجينة السكر. إذا تستفيدوا من المحتوى ادعوا لي، بارك الله فيكم.